إنجلترا استضافتكم لهذا الحدث الكبير. أنت شاعر وكاتب وعندك يعني قلم، تقدر تقول يعني قلم أديب، فكيف توصف مشاعرك وأحاسيسك بهذا اليوم؟ اليوم سعداء بالبداية بتواجد الأشقاء الأخوة الخليجيين في هذا العرس الكروي، العرس الخليجي العراقي البصري. هي اليوم بحد ذاتها فرحة تواجدهم تغمر الشارع الرياضي العراقي وبالخصوص البصري. اليوم البصرة جميع الأبواب مفتوحة أمام المشجعين وأمام الوفود. القلوب قبل الملقا انفتحت، قبل البطولة إن شاء الله. فيا مرحبا وأهلا وسهلا بكم في هذا الحدث المهم. استضافة كأس الخليج، الكل يعلم بأن العراق بعد عام 1979 هي آخر بطولة أقيمت في العاصمة بغداد، ملعب الشعب. ولكن اليوم بعد عقود من الزمن حان اليوم لتتعانق الأشقاء من جديد. نقهم ونقلهم أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في بصرة الخليل والنخيل، بصرة بدر شاكر السياب، بصرة العلماء والأدباء والشعراء، وبصرة الجاحظ وابن سيرين ورابع العدوية. فيا مرحبا وحياكم الله في كل خطوة اجيتوا بيها من السلطنة، أرض الشعراء والأدباء والعلماء. سألتك سؤال قبل هذا اللقاء، كان سؤال عفوي، من تتوقع يفوز، عمان ولا العراق مباراة اليوم؟ كان ردك جميل جدا، فأنت إيش تقول الحين مرة ثانية؟ نعم، اليوم احنا كأصحاب شأن رياضي، من صحافة ومن جمهور رياضي ومن إعلام بالدرجة الأولى، اليوم احنا غير ملزمين بأن اليوم يفوز المنتخب العراقي. هاي من مشاعر صادقة ست ماجدة، ولكن الأهم هو تواجد الأشقاء في ملعب البصرة الدولي وفي ملعب الميناء. فإن شاء الله أنا أتمنى أن تكون المباراة حبايب، حتى تكون بمستوى الهلا والمرحبا والملقى. فإن شاء الله إن كانت فازت سلطنة عمان وإن كان فازت أسود الرافدين فهو مكسب التواجد في بصرة الفيحاء. فلا غير الفرحة قبل أشهر، والجمهور العراقي والبصري متحمس لمشاهدة الوفود الخليجية بعد غياب طويل عن الساحة وعن هذا اللقاء. فيا مرحبا ويا أهلا وسهلا بكل خطوة قدمت بها إلى العراق والبصرة الفيحاء. هي فرحة عمانية بصراوية عراقية خليجية. الله يحييك أستاذ فؤاد. نتمنى أن تكون التنظيم هو فرحتنا بنجاح البطولة، حتى تكون هذه البادرة الأولى بادرة خير للبطولات القادمة إن شاء الله في العراق بعد انقطاع طويل دام عقود من الزمن، والعراق لم يستضيف هذه البطولة التي لها أهمية في جميع قلوب الخليجيين. فيا مرحبا ويا أهلا وسهلا بكم. يحييك، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك، شكرا.